السلام عليكم ورحمة الله. مع حضراتكم باشمهندس أبانوب من شركة ديكوريتيف. النهارده احنا عندنا تسليمة شقة استلمناها على الطوب الأحمر وبنسلمها على المفتاح زي ما حضراتكم شايفين. عندنا هنا ريسبشن، اشتغلنا السيراميك فرز أول من كليوباترا قطع ليزر. ابتدينا طبعا في تقسيط السيراميك، وده مهم جدا ان احنا جايين من بداية المدخل جايبين معانا السيراميك علشان لما ندخل الريسبشن هنا تبقى الغلاقه قد الغلاقه الناحيه الثانيه. معايا هنا الكلاينت كان حابب الستايل الكلاسيك والسيمبل خالص، مش حابب الجيبسون بورد، مش حابب السبوت لايت اللي موجوده ولا الليد بروفايل. هو كان كل اللي حبه ان السقف يتعمل مصيص وتتعمل كرانيش داير لف، واللون البريز بتاعنا مع البانوهات بتاعتنا بتقسيطه البانوهات بتاعتنا. ده كان كل طلب الكلاينت بتاعنا، واحنا بنعمل اللي يريحه. احنا ما بنعملش الحاجات اللي المهندسين او اللي السوق عايزه او اللي انا عايزه. انا ببقى عايز اعمل احسن حاجه، ولكن الكلاينت لما بيبقى طالب حاجه معينه احنا بننفذها له على اكمل وجه. كمان اخترنا هنا الدرجه من البيجات بتاعه السيراميك معانا، وكويس جدا وحلو ولمعته حلوه جدا. ده بالنسبه للسيراميك في الارضيه. وطبعا العرموس ماشي مكمل معايا حتى في الوزر كله في الشقه كلها. ده بالنسبه للسيراميك في الارضيات، طبعا بالتقسيطه ومستخدمين الكليبسات معانا حتى في تركيبه. هنا معانا الباب وكل الابواب والشبابيك اللي مستخدمينها هنا اليو بي في سي من قطاع ايما بن، قطاع محترم زي ما حضراتكم شايفينه، وشايفين الفينش بتاعه عامل ازاي. المفاتيح بتاع التكييف ومؤسسين تكييف دي ريسبشن معانا. هنا كان عندنا مشكله والحمد لله حليناها، بان العميل كان عنده حمام ضيوف، وحمام الضيوف كان حب ان هو يضيفه على المطبخ. طبعا احنا الحمد لله يعني ابتدينا ان احنا طبعا مع رفع المقاسات الدقيقه المظبوطه، مع الرسم الهندسي، مع البلانات بتاعتنا وتوزيع الفرش، قدرنا ان احنا نستغل الحيطه بتاعه المطبخ. عندنا هنا الحيطه بتاعه الحمام، طبعا شلناها وقفلنا الحيطه وطلعنا بالكتف ده وشدينا وتر على الضلع ده كله، وهوريه لحضراتكم معايا في الجنب ده كله اللي جاي معانا كله وش واحد، علشان برضه اتفادينا الكمر ومشينا. وفتحنا كمان المطبخ لانه كان مطبخ كلوز كيتشن، بقى مطبخ امريكان وتو ليفل كمان للرخام، وده كان من اختيار الكلاينت. الباب عندنا هنا ده باب مصفح تركي تصفيح كامل، وعندنا هنا لوحه الخدمات ولوحه الكهرباء من فينوس الجامبو ال 24 خط. تمام. عندنا هنا في لوحه الكهرباء القاطع العمومي من شنايدر ال 63 امبير، وعندنا هنا السويتش جارد والاير سيليكج. السويتش جارد طبعا علشان خاطر حمايه الاجهزه من التيار العالي او التيار المنخفض، والاير سيليكج حمايتنا احنا من تسريب الكهرباء. اول ما بيحصل تسريب بيفصل على طول. وطبعا القاطع بتاعتنا طبعا معايا هنا عندي الجرس، وعندي هنا الانارات بتاعه الريسبشن كلها بالنجف ب2 نجفه، وعندي هنا المفتاح والديمر بتاع المروحه، المفتاح والديمر. هنا في بوفيه فاسسنا ليه المفتاح والبريزه ومخرج الكهرباء بتاعه. عندي الدايننج روم في الجزئيه دي، فهنا في نيش وهنا نيش الجزئيه الثانيه. في ترابيزه الدايننج روم ترابيزه السفره اسسنا لباريستين موجودين هنا استخدام للي هيكون قاعد. وطبعا المروحه مروحه نجفه في السقف متوزعه بشكل مظبوط جدا، والحمد لله جايه كويسه جدا. هنا في المدخل ده علشان نوزعه بالاضاءه الكويسه، هنا حطينا اسسنا باريزه واسسنا ديفيتير للطرقه. بعد كده احنا هندخل على المطبخ. المطبخ طبعا بتاعنا ما كانش كده، كانت الحيطه مقفوله، وده كان حمام الضيوف، واحنا ضفنا الاثنين مع بعضين. هنا عندي المطبخ 2 ليفل، عملناه ليفل الاول لليونت السفليه وليفل العالي لليونت العلويه، ودي كانت من رغبه الكلاينت والحمد لله نفذناها. هنا عندي علشان برضه ما نخليش التكلفه عاليه، خلينا فوق اليونت العلويه خلينا استخدمنا السيراميك ال 30 في 60 من كليوباترا فرز اول برضه، وفي اليونت السفليه نفس الكلام. انما الجزء الظاهر عندي داير لف في المطبخ كله استخدمنا ال 60 في 120 زي ما حضراتكم شايفين.
هنا عندي ادي باريزه، وعندي باريزه تحت البار مأسسينها، وادي عندي هنا غساله ومفتاح الغساله بباريزه مجوفه وباريزه ثلاثيه، وعندي الحوض ومأسسين للفلتر تحت، وعندي هنا باريزه يمين الحوض، وعندي هنا مفتاح والباريزه بتاعه الغساله، وباريزه الناحيه الثانيه، وعندي مجموعه البوتاجاز باريزه يمين مجوفه وباريزه الشمال ثلاثيه وباريزه تحت وباريزه فوق. وطبعا الشبابيك بتاعتنا اليو بي في سي حاجه محترمه جدا، ده بالنسبه للشبابيك. وطبعا الشفاط، وهنا الستاند الثلاثه دول طبعا الكلاينت يعني كان برضه من ضمن الاجهزه بتاعته اللي حطيناها في التصميم واسسنا عليها ونفذناها. هنا انه عنده الاير فراير والمايكروويف والمكنه بتاعت القهوه، فالحاجات دي كلها اسسناها لستاند واحد. وهنا عندي الديب فريزر هنا، والثلاجه هنا، وعندي مفاتيح الاناره للجزئيه دي، ومفتاح اناره للمطبخ لفوق، وطبعا مؤسسين كشاف هواء. طبعا الفينش بتاع شغلنا ان احنا مخلين العرموس مكمل معانا في الكاميرا وفي بطنيه الكاميرا وفي الكاميرا الناحيه الثانيه، فالتفاصيل دي هي اللي بتبين شغلنا عامل ازاي. بعد كده احنا هندخل على الغرفه الماستر. قبل ما ندخل على الغرفه الماستر بتاعتنا، طبعا الحمد لله من ضمن التقسيطه بتاعتنا بتاعت السيراميك معانا هي ان احنا واخدين السيراميك معانا مكمل من الريسبشن للطرقه، مش واخدين فيها اي غلايق خالص ولا مستخدمين اي غلاقه. الحمد لله السيراميكا جايه مظبوطه جدا. هنا عندي الغرفه الماستر، الابواب مستخدمينها ابواب تركي مستورد باكسسوارات لونها اسود. هنا عندي الغرفه الماستر، عند السيراميك ال 60 في 120 وعند السيراميك ال 60 في 60 قطع ليزر من كليوباترا. استخدمنا المعبره الاستانلس، الفاصل الاستانلس، علشان نفصل ما بين الماتيريال دي والماتيريال الثانيه، تفصيله مهمه جدا والحمد لله يعني بنعملها في شغلنا. هنا عندي السيراميك زي ما قلت لحضراتكم كليوباترا فرز اول قطع ليزر ركبناه في الغرفه. هنا مفتاح ديفيتير عندي رابط عليه علشان ما يقومش يفصل الكهرباء. هنا المفتاح بتاع الابليك معانا. هنا مؤسسين توزيعة الغرفة، مؤسسين هنا للسرير، وهنا كومود الناحية الثانية، وفي سنتره على طول مؤسسين للشاشة تي في يونت. وهنا عندي الدولاب، وهنا في المكتب انا عندي برضه هنا باريزة ثلاثية ومفتاح للابليك. هنا باريزة للتسريحة، وهنا مجموعة الإنارة ومفاتيح الإنارة الديفيتير، وهنا الديمر بتاع المروحة وكشاف الطوارئ والباريزة اللي تحت. هنا المفتاح بتاع الإنارة بتاع المراية بتاعة التسريحة وباريزة الخدمات. هنا عندي طبعا المجموعة بتاعة الشاشة، باريزة كابل HD، الدش والنت، وعندي الثلاثة نفس الكلام. عندي هنا الشباك اليو بي في سي ومؤسسين للتكييف بتاعنا ومفتاح التكييف للنت، وعندنا باريزه بتاعه المكتب، والمكتب عندي في الجزئيه دي. طبعا الدولاب بتاعنا وكل حاجه بالمقاسات بتاعتنا ماشيه مظبوطه جدا. طبعا الوزر بتاعنا اللي ماشي مكمل معايا حتى في الوزر، العرموس مكمل لحد الوزر. في تفصيله مهمه برضو ان احنا لما بنيجي نعمل الابواب بتاعتنا بنركب حاجه اسمها الصداده علشان الاقره ما تخبطش في الحيطه، فمع الوقت تبتدي انها تبهدل الحيطه معانا. طبعا ادي الباب لما بيجي نفتحه بيخبط في الصداده وهي اصلا مغناطيس فبتمسك اكتر. ده بالنسبه للصداده، والتفصيله دي مهمه جدا. بعد كده احنا هندخل على الغرفه الليفنج. الغرفه الليفنج برضو الابواب تركي مستورد. هنا عند الغرفه الليفنج برضه مستخدمين السيراميك ال 60 في 60 قطع ليزر، والوزر معانا باقي اللف كله. هنا هتكون عندي القعده الكنبه حرف ال، ادي عندي مؤسسين باريزه هنا وباريزه في اخر الجنب، ومؤسسين باريزه في الجنب هنا وباريزه في اخر الجنب. وطبعا في السنتر على طول مؤسسين لمجموعه الشاشه، الكهرباء وكابل HD والدش والنت، والثلاثه نفس الكلام التانيين. وطبعا الجنب ده معانا اللي هيكون الكنبه حرف ال، مؤسسين من اول الباكيه لاخرها بالستيل. وطبعا هنا معانا الشباك اليو بي في سي ومستخدمين السلك البليسيه زي ما حضراتكم شايفينه. ده بالنسبه للشباك اليو بي في سي، حاجه كويسه جدا محترم عزل الصوت.
وطبعا معانا هنا التكييف. هنا برضو كمان مستخدمين عندنا المعبره، وطبعا علشان نوحد ونعمل كل اللي الكلاينت عايزه، هو ان احنا ما ابتديناش ان احنا نرقع في المكان، لا احنا ماشيين كله بستايل واحد. فالسقف معانا كله مصيص، مستخدمين 2 سبوت خارجي، ومستخدمين السره اللي هتكون فيها المروحه. الكورنيشه داير اللف كله في الشقه كلها. الالوان مستخدمينها بريز، والتشطيب بتاع الكهرباء كله من فينوس. معانا طبعا كشاف الطوارئ والاناره ومفتاح الديمر بتاع المروحه والبريزه. بعد كده هندخل على غرفه الاطفال. غرفة الأطفال برضو معانا احنا مؤسسين للكومود المشترك. ادي عندي الكومود المشترك، ففي سرير هنا والسرير الناحية التانية، ومسنطرين في وشها على طول الشاشة. ادي برضو عندي الكهرباء، كابل الاتش دي، الدش والنت. وادي عندي هنا تحكمات الإنارة، وعندي كشاف الطوارئ والبريزة. وهنا مستخدمين الدولاب في الجزئية دي كلها. وهنا عندي المكتب برضو بريزة والنت. وعندي المفتاح بتاع التكييف. وعندي هنا الشباك اليو بي في سي، برضه مستخدمين السلك البليسيه زي ما حضراتكم شايفينه هنا، بازاز مصنفر. تمام. وطبعا باريزه خدمات موجوده جوه. ده بالنسبه للغرفه. معانا غرفه الاطفال، وهنا هيكون في 2 كرسي مؤسسين برضه باريزه يمين وباريزه شمال. ده بالنسبه للغرفه دي. وطبعا مش ناسيين معانا ومحققين المعبره الاستانلس اللي موجود معانا، فاصل ما بين الماتيريال دي والماتيريال الثانيه. بعد كده ندخل على الحمام. الحمام معانا زي ما حضراتكم شايفينه، ادي البانيو الشاسيه، وعندنا المسطره بتاعتنا الدش، وعندنا هنا القعده، وعندنا الشطاف الهاند، وعندنا البلاعه المخفيه خالص اللي هي ما بتبانش في السيراميك من نفس النوع، وعندنا هنا القعده، وعندنا هنا السخان بتاعنا، وعندنا هنا الحوض. والجنب ده برضه كان جنب ديكوري من اختيار الكلاينت معانا، انه كنا حابين نعمل حاجه مختلفه في الحمام كله. الحمام مستخدمينه ال 60 في 120، وموزعين الغلاء بتاعته بطريقه هندسيه جدا. هنا عندي الحوض، وعندنا الجنب الديكوري بالاعواد الجولد اللي موجوده، وعندنا هنا تاسيس للمرايه ومفتاح المرايه معايا، والبريزه الخدمات. وطبعا المرايه لما بتيجي بالليد بتاعها بيرمي على الاعواد الجولد، يبقى شكلها حلو جدا وجميل جدا. وعندنا هنا البريزه والاناره، وعندنا كشاف الطوارئ. طبعا السقف بتاعنا عاملينه مصيص، وعاملين الكورنيشه في السقف، ومؤسسين غساله والبريزه والمفتاح بتاع الغساله. ده بالنسبه للشغل بتاعنا. استلمنا الموقع زي ما قلت لحضراتكم على الطوب الاحمر، والحمد لله النهارده التسليم بتاعه. وزي ما حضراتكم شايفينه وشايفين التسليم، احنا زي ما بنقولنا فعلا ان احنا استلمناه طوب احمر وبنسلمه على المفتاح. كان مع حضراتكم باشمهندس ابانوب مجدي من شركه ديكوريتيف. شكرا، سلام.